خليني اقول لك صديقي الجنين، المشيمه ممكن تتكون في اي مكان في الرحم. الدنيا براح وربنا موسعه علينا، نضايق على نفسنا ليه؟ يعني ممكن المشيمه تكون على الجدار الخلفي للرحم، وممكن تتكون على الجدار الامامي للرحم، وممكن تتكون في الجزء العلوي من الرحم، ودي اسمها المشيمه القاعديه. عايز حد ينزلني بقى؟ وممكن كمان تتكون على الجدار الايمن او الجدار الايسر للرحم. يا عم بقول لك الدنيا براح، وده بيتحدد بناء على مكان البويضه نفسها في الرحم. يعني مطرح ما تحط البويضه مطرح ما هتتكون المشيمه. والمشيمه دي صديقي مكونه من انسجه وشرايين صغيره جدا بتوصل الدم والاكسجين والعناصر الغذائيه من الام للجنين. شايفك صديقي المشاهد على وشك سؤال محروق تساله، الا وهو الفضلات بتاعتك وانت جنين كانت بتروح فين؟ احب اقول لك ان ده سؤال وجيه. احب اقول لك صديقي المشاهد ان المشيمه مش بس بتغذي حضرتك من الام، لا، دي كمان بتاخد من حضرتك فضلاتك بثاني اكسيد كربونك وتديها للام وهي تصرفها بمعرفتها. ولا فندق 7 نجوم تاكل وتشرب وتنام وتلبي نداء الطبيعه وكل ده ولا انت شايل هم حاجه. برنس يا صديقي المشاهد.